مفيش حد دلوقتي ما بيجربش سندوتشات الكفته اللي طالعه ترند، والمطاعم فيها بقت كتير قوي، وسعر السندوتش الواحد بيقف علينا غير. هعمل معاكم النهارده الوصفه كامله من اول رغيف العيش المخبوز الصابح والكفته المشويه الخطيره اللي بتتحط جوه رغيف العيش بالطريقه وتتبيلتها المظبوطه وكل انواع السلطات اللي بيقدموها مع الاكل. هنعمل العيش بطريقه اقتصاديه جدا وهنطلع كميه كبيره نحطها في الفريزر، مفيش رغيف واحد حتى مش هيقب ويفتح معانا. عملت كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح، معلقه كبيره مليانه من السكر الحبيبات، وفتحه في نص الدقيق هحط فيها معلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه، معلقه دقيق بودره. وكده خلصت المكونات الجافه. كوبايه من الميه الدافيه هنزل بنصها الاول، وربع كوبايه زيت واشغل الخميره. بعدين هنزل بنص الكوبايه الثانيه وابتدي بقى الم العجينه كويس جدا. اول ما الميه تختفي هنزل بالكوبايه الثانيه من الميه وابتدي تاني الم العجينه لحد ما الميه تختفي معايا. في الوقت ده بقى هعجن بايدي عشان اشوف قوام العجينه وازود الميه معايا او السوائل تدريجي. نص كوبايه من الميه الدافيه معايا هبتدي ازودها كده بطريقه الرشراشه زي ما متعودين مع بعض في العجن. ازود شويه بايدي كده والم، ازود شويه بايدي والم لحد ما الاقي الدقيق اختفى خالص. كده العجينه كويسه جدا. اعجنها بقى كويس قوي لحد ما اوصل لقوام عجينه ملساء بالشكل ده. على مسحه من الزيت هحطها في الطبق واغطيها كويس تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. ونحضر بقى الكفته بتاعتنا. معايا كيلو من اللحمه المفرومه، وبما ان اللحمه بتاعتي حمراء حطيت ربع كيلو من الدهن عشان تظبط كده اللحمه عندي. والكل نص كيلو لحمه مفرومه بحط يا اما بصلتين حجم وسط يا اما بصلايه حجم كبير. وهبتدي اقطع البصل بتاعي واحطه في الكبه عشان عايزه اضربه ناعم كويس جدا لحد ما يبدا يطلع منه سوائل. اول ما بيوصل لقوام عندي ناعم بالشكل ده ببتدي بقى اصفي البصل وافصله عن الميه بتاعتي، يا اما على كف ايدي او بمصفى بالطريقه دي. المهم عندي ان البصل يكون ناشف لوحده والميه لوحدها. وفي نفس الكبه بتاعتي هبتدي اضرب اللحمه كويس جدا لحد ما تاخد فرمه ناعمه والانسجه بتاعتها تبدا تبان كده اللحمه بتاعتي معايا تتكفت كويس ويطلع قوام صابع الكفته مظبوط. هضيف عليه البصل اللي صفيناه والبهارات، ملح وفلفل اسود ورشه صغيره من بهارات اللحم. بحب كمان اضيف بقدونس مفروم ناعم بيديها طعم خطير. وهعجنها عجنه حلوه جدا، ومن اهم الخطوات ان ادخلها التلاجة تتشمع قبل ما ابدا اصبحها. والعجينه كانت خمره وتضاعف حجمها وقوامها خطير. هبتدي بقى اخد العجينه قدامي على الرخام واقرص العجينه واعملها كور على قد رغيف العيش اللي انا عايزه احمله. الرغيف ده تقريبا 65 جرام لو هتوزنوه على الميزان، او بحجم الليمون الاصفر الكبير. وهبتدي كده بايدي اقطع الكور واخليها اقرب للمتساويه بعناية كده. هخلص كميه العجين بتاعتي كلها بالشكل ده وهغطيها علشان ترتاح. وحضر شغل الكفته بقى. باخد شويه ميه البصل عليهم معلقه زيت ومعلقه صغيره من الصلصه ورشه فلفل اسود. وده الصوص اللي بستخدمه في تصبيع الكفته. بطلع اللحمه من التلاجة. شايفين بقى عجينه اللحمه ذات نفسها عامله ازاي، متشمعه كويس مع بعض وهتتكفت بكل سهوله. وده يخلي صابع الكفته بتاعي مظبوط وما يفكش ولا يفرول ابدا. وعلى السيخ عندي وهبتدي بقى ان انا اصبع الكفته بالطريقه دي. واول ما بيتفرد عندي على السيخ باخد بقى من ميه البصل واعمل مسحه منها بسيطه على الكفته كده، وبعمل بقى التجزيعات للشكل المعروف بتاعها بالطريقه دي. نقدر نسويها في الاسياخ زي ما احنا عايزين، ونقدر نفكها ونقدر نصبع على ايدينا برضو لو مش متاح عندنا اسياخ. انا هسويها في الفرن، فهجيب الصينيه بتاعتي وهحط عليها ورق زبده واخلص كل صابع كفته وارصه جنب التاني لحد ما بخلص كميه اللحمه بتاعتي كلها. هشغل الفرن من الشوايه بس وبدخل الصاج تحت الشوايه على طول. اول ما بيتحمر من الجنب اللي فوق وبيبدا ياخد لون ويستوي بقلبه على الجنب التاني. والتسويه كلها بتاخد 10 دقائق تقريبا على ما نسوي العيش. الكور بتاعتي خمرانه كويس جدا ومبينه ان العيش ان شاء الله هيكون ناجح. هاخد كل كوره قدامي وابتدي افردها بالطول بالطريقه دي. هتتفرد معايا بكل سهوله عشان العجينه مريحه كويس جدا. واقدر ان انا لو حسيت انها بتلزق شويه على رشه دقيق خفيفه خالص وافرد بالطريقه دي. بس ايدي تبقى خفيفه كده على الرغيف، يعني مش بنزل اضغط عليه جامد. انا عايزه السمك يكون بالشكل ده. واول ما برفعه من على الرخامه هو بيبدا ياخد السمك بتاعه ويريح سنه، وهو ده المطلوب للعيش بالظبط علشان يطلع ناجح. هرص العيش قدامي على الرخامه كلها، او اقدر اعمل طبقات من العيش وما بين كل طبقه وطبقه احط في فوطه نظيفه ما بلمسوش ابدا او اقرب منه لحد ما ينفخ ويرتاح بالشكل ده. وعلى نار عاليه بحط الطاسه بتاعتي تسخن كويس جدا جدا. ما بحطش ولا رغيف عيش غير لما بتكون الطاسه سخنه كويس. واول ما بنزل بالعيش بعد 4 عدات على صوابعي. في الوقت ده بيكون الرغيف اتشمع وبقلب على اليمه التانية على طول. 4 عدات كمان على صوابعي وبقلب على اليمه التانية. ما بنساش الرغيف وبسيبه خالص على الطاسه.
كل ده والنار عالية عندي كويس جدا، ما بوطيهاش ابدا. واحنا بنقلب الرغيف مرة في التانية هتلاقوه بدأ يقب بالشكل ده وينفخ ويستوي من جوه. ده غير كمان انه اتحمر من بره وواخد لون مظبوط جدا، يعني قبة الرغيف ما بتاخدش 8 ثواني بالظبط. لازم كل الخطوات اللي قلناها دي نعملها مظبوطة علشان العيش يطلع معانا تسويته مظبوطة جدا ومفيش ولا رغيف ما يقبش مننا. هخلص كل كمية العيش بتاعتي بنفس الطريقة بالظبط وبطلعه على فوطة نظيفة واغطيه عشان يفضل كاتم الهواء السخن فيه ومحافظ على طراوته. والكفتة بتاعتي بعد ما استوت واتحمرت من الجناب كويس قوي بشغل لها فحمايه على النار وبنقطه زيت كده وابتدي اديها طعم الفحم، ودي اختياري طبعا بس بتاخد الكفته في حته تانية. هنعمل شويه بصل متقطعين شرايح، عليهم شويه كزبره وبقدونس ورشه من السماق وقلبه كويس قوي. ودي طبعا سلطه ما تنفعش الكفته من غيرها. وسلطه الحياتي بحب احط فيها خيار وطماطم متقطعين تقطيعه كبيره وجزرايه مبشوره، وعليهم شويه من الشبت والبقدونس مفرومين ناعم، معلقتين كبار من الخل، كمون وملح ورشه شطه اختياري وميه ساقعه من التلاجة. وهنقلب كل ده كويس مع بعض واسيب السلطه تجيب طعمها كده في الميه عشان نعمل ميه السلطه. وحضرت طبعا الطحينه بتاعتي، ودلوقتي نبدا نجهز الساندوتشات. هفتح الرغيف بالطريقه دي من فوق، ونقدر ناخد اللقمه اللي احنا قصيناها دي ونحطها جوه الرغيف من تحت علشان نعزز اللقمه شويه علشان الطحينه ما تخليهوش يفرول او يفتح. وحطوا بقى السلطات، البصل والطحينه، ونحط صباعين الكفتة وعليهم شوية الطحينة، وكده الساندويتش جاهز وأحلى من بره مليون مرة. أنا عايزة أقول لكم إن مفيش رغيف تبارك الله ما فتحش معايا، كلهم أحلى من بعض. عملت الساندويتشات وحطيت بقية العيش في الفريزر، ودي من أسهل وأبسط الطرق اللي ممكن تعملوا بيها العيش العربي. مفيش أحلى من لقمة العيش الصبحة اللي بنعملها في البيت. عملنا غدوة معتبرة وما تكلفتش نص تمن الغدا بره. أنا كده خلصت وصفة ساندويتشات الكفتة بتاعتي النهاردة خلاص، متأكدة من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم ولايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.